قضى في المعتقل 21 عاماً لفوزه على ابن الرئيس في سباق الفروسية. من هو الفارس السوري عدنان قصار؟ بطل سوريا في ركوب الخيل، وكابتن المنتخب السوري للفروسية، وابن إحدى العوائل الأرستقراطية في دمشق، ومؤسس نادي الفروسية الوحيد في دمشق وهو الديماس. بدأت قصة اعتقاله بسبب خلافه مع باسل، الابن الأكبر لحافظ الأسد الرئيس السوري الراحل، إذ كان يتدرب باسل في نفس النادي الذي أسسه قصار رفقة إخوته، ولم يكن يتقن الكثير من مهارات الفروسية ولا كيفية التعامل مع الخيول. وكان باسل يريد فرض آرائه على النادي ويملي تعليماته بشأن كل ما يخص الخيول والنوعية التي يجب شراؤها. فكانت هذه النقطة هي بداية الخلاف بين باسل وقصار، واشتعلت شرارة الخلاف إلى ذروتها أثناء بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة عام 1993 بفرنسا، إذ كانت المنافسة على أشدها بين المنتخبات المشاركة، وكان الفريق المتوج بذهبية الفروسية هو من سيتمكن من جمع نقاط أكثر. وفي ذلك اليوم ارتكب باسل العديد من الأخطاء وأوقع عدة عوارض، مما تسبب بخسارة فريقه عددا كبيرا من النقاط، في حين دخل عدنان في السباق وانتهى منه دون ارتكاب أي خطأ، فأعاد رفع معدل المنتخب وتتويجه في نهاية الأمر. وبعد مرور نحو عام من الحادثة، كان عدنان خارج الحلبة ومعه حقيبة مستلزماته، ينتظر خروج باسل الأسد من التدريب حتى يتدرب هو الآخر. ليتفاجأ قصارا عقب دخوله الحلبة بدقائق باقتحام عناصر الأمن الحلبة واعتقاله وهو يركب حصانه، موجهين له تهمة حيازة متفجرات داخل حقيبته ومحاولة اغتيال باسل الأسد، وتم اعتقاله في الحال. وعلى الرغم من رحيل ابن الرئيس باسل الأسد بعد مرور أقل من عام على سجن عدنان قصار، إذ كان السجانون يخرجونه إلى ساحة المعتقل في كل ذكرى لوفاة باسل ويقومون بجلده أمام المساجين. وعندما طلب من بشار الأسد إخراج قصار من السجن حتى بعد وفاة شقيقه باسل، كان يرد قائلاً: من اعتقله عليه بإخراجه، مقرراً استمرار حبسه.